إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في أحسن حال. النهاردة مع بعض هنعمل حلاوة طحينية تنفع معاكي بقى لسندوتشات المدارس أو نقدمها في الفطار أو العشاء. شايفين بقى ما شاء الله جمال الحلاوة الطحينية بتاعتنا بمقادير سهلة وبسيطة ومش تاخد مننا وقت، يعني في 5 دقايق هنكون عاملين أحلى حلاوة طحينية. شايفين ما شاء الله متماسكة وطعم الطحينة باين فيها أحلى من اللي بنشتريها من بره وأوفر كمان، وحاجة عاملاها بإيديكي. يلا بينا بقى نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة معانا عشان الحلاوة تنجح معاكي، أهم حاجة الكوباية اللي هنعاير بيها المقادير تبقى بمقاس واحد. معانا كوباية من السكر بودرة، كوباية من اللبن البودرة، كوباية طحينة، كيس من الفانيليا. شايفين بقى مقاديرنا سهلة ازاي؟ يعني من 4 مكونات هنعمل أحلى حلاوة طحينية مع بعض. كوباية لبن بودرة، كوباية سكر بودرة، كوباية طحينة، وكيس من الفانيليا. هنجيب بقى البولة. أول حاجة معانا كوباية لبن بودرة نفضيها كده، كوباية سكر بودرة، ونقلبهم مع بعض. وطبعا السكر البودرة موجودة عندنا في البيت، وطريقة عمل الطحينة احنا عملناها مع بعض قبل كده، هسيبلك الرابط في صندوق الوصف. معانا بقى كيس الفانيليا، وهنقلب بقى الكلام الجميل ده مع بعض. لو عندك كبة ينفع بقى تخلطي المقادير دي مع بعض، وممكن بإيديكي كده، هي مش صعبة ولا حاجة. لو حسيتي ان هي عايزة معلقة طحينة تزوديها طبعا، بس هي مش محتاجة اي حاجة. وما اقولكيش على ريحتها، طبعا ما شاء الله ريحة الطحينة باينة فيها. طبعا اللي بنشتريها من بره بيبقى اغلبيتها سكر عشان يكسبوا فيها. هنعملها مع بعض بأبسط الطرق. اهم حاجة تدمجي بقى المقادير كويس مع بعض. اي علبة عندك بقى يكون ليها غطا. هنجيب بقى كيس من اكياس التلاجة وهنفرده في العلبة، طبعا عشان يسهل علينا لما نيجي نطلع الحلاوة من العلبة تطلع معاكي بكل سهولة. هضيف بقى سوداني كده في العلبة. لو عندك اي نوع من انواع المكسرات، عين جمل او لوز، اللي تفضليه بقى. هنضيف بقى الحلاوة مع بعض، واحنا بننزل الحلاوة كده بالمعلقة نحاول نظبطها. وما شاء الله الحلاوة معايا متماسكة، مساعداني بقى ان انا اظبطها في العلبة بالمعلقة كده. هنظبط الحلاوة، وطبعا زي ما قلتلك ان الكيس مساعدني. هقفل عليها بقى الكيس وهقفل عليها الغطا واحطها في التلاجة لمدة 2 ساعة. هي متماسكة وكل حاجة، بس هحطها في التلاجة عشان لما اجي اقطعها تطلع معايا كده، تبقى خرط كده طرنشات. شايفين بقى اللهم بارك طلع معايا تحفة ازاي. هحطها بقى في العلبة واقفل عليها واحطها في التلاجة لمدة 2 ساعة. دلوقتي بقى طلعنا الحلاوة من التلاجة بعد ما قعدناها في التلاجة 2 ساعة. هنقطعها بقى مع بعض. شايفين بقى ما شاء الله طلعت معايا قالب حلو من الحلاوة. طبعا لو هنشتريها يبقى تمنه غالي، احنا عملناها مع بعض بكل سهولة. هنطلعها بقى من الكيس كده. تنفع معانا بقى نعملها سندوتشات لولادنا وهم رايحين المدرسة، او نقدمها لهم على الفطار او العشاء. طبعا هتبقى انضف واوفر من اللي بنشتريها من بره. هنبدأ بقى نقطعها بالسكينة، هنقطعها كده طرنشات. شايفين بقى ما شاء الله متماسكة ومساعداني هنا اقطعها بكل سهولة. شايفين بقى جمال الحلاوة الطحينية بتاعتنا، وطعم الطحينة باين فيها. يلا قومي تشجعي بقى واعملي احلى حلاوة طحينية لولادك. ولو عايزين نعمل مع بعض حلاوة بالشوكولاتة اكتبولي بقى في الكومنتات، وان شاء الله نبقى نعملها مع بعض. ولو اول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك في القناة وتعملي لايك وسبسكرايب وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.
ويا رب يكون الفيديو خفيف عليكم وتجربوا بقى الحلاوة الطحينية وإن شاء الله تعجبكم. ما تنسونيش بقى في دعوة حلوة، واستنوني مع وصفات أحلى مع أم جنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.